السلام على الجميع. أنتم مع قناة الأخضر، صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في بروكسل. في هذا الفيديو سأتطرق لكذبة الدرونات اللي في سماء الجزائر العاصمة، ويعني ننبهكم أنها ليست أول كذبة، يعني لأن أنا كنت سمعت من كذا شهر واحد بين قوسين يعني قدم نفسه كأستاذ جامعي ومحلل مروكي، كان تحدث على درونات مروكية دخلت حتى الوهران ورجعت وما صرا والو اكسترا، ولكن يعني كذبة أكثر من راسه. والناس ما عندهمش كرامة يعني تكذب بهذه الطريقة، لأن الدرونات إذا كانت درونات أجنبية وتدخل يعني سماء الجزائر، يعني لا رياكسيون راح تكون خطيرة جدا، وهذا إعلان حرب يعني. وهذا الجحش هذا يتكلم أي كلام، ما يعرفش أن هذا هذه الأمور تترتب عليها نتائج وتترتب عليها حروب، يعني مش كلام فارغ يعني. وإحنا شفنا ماذا حدث مع بعض المراركة لما حاولوا يدخلوا الحدود الجزائرية عن طريق البحر، كيف ردت البحرية الجزائرية، وشفنا حتى كيف ردت ثاني الجيش على مستوى بعض الخروقات اللي صارت من فترة معينة فيما يخص الحدود البرية. ويجي هكذا يتكلم بكل بساطة ويورط بلاده، يعني بدون يعني إذا كان مروكي ويحافظ على بلاده المفروض ما يقولش هذا الكلام، يعني لأن هذا يورط بلده. المهم هذه الكذبة، والآن ظهرت يعني كذبة جديدة، وهي قضية أن وجود درونات أجنبية فوق سماء العاصمة، وجاءت مباشرة بعد مقال ميليتاري ووتش اللي يتحدث على قدرات الدفاعية الجزائرية، وتحدث على أن إسرائيل لا تستطيع أن تدخل المجال الجوي الجزائري. وبالتالي يعني الشيء اللي غريب في الأمر هذا أن المقال يتحدث على الجزائر وعلى إسرائيل، لا يتحدث على المروك، ولكن الحملة تقودها يعني يقودها عملاء المخابرات المروكية. هذا شيء مستغرب، لأن المقال ما يتكلمش عن المروك. مانيش فاهم أنا واش دخل المراركة في مقال وفي يحكي على إسرائيل وعلى الجيش الجزائري. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أن فيه طبعا الطبالين والحركة 2.0 كما نسميهم أنا 2.0 أيضا داخلين في هذه العملية، وباين بأن هناك إعاز ما من المخابرات المروكية لمحاولة الإساءة للجزائر، للجيش الجزائري. هذه واحدة. ثانيا يعني محاولة إسقاط المقال الأمريكي، لأن باين باللي يضرهم بزاف المقال الأمريكي، رغم أنه يعني ما قالش حاجات كبار، يعني فقط أعطى قيمة في المقال، يعطي قيمة كبيرة للسلاح الروسي. وهذا باين أنه يزعج الناس اللي دايرين حملات من زمان ضد السلاح الروسي، بينما الأمريكان يعرفوا قيمة السلاح الروسي، وهم يواجهون السلاح الروسي في أوكرانيا منذ 3 سنوات، وسحبوا عدة صواريخ تم يعني إبطال الفعالية تاعها من طرف روس وسحبوها. وفي يوم من الأيام ممكن نخصصوا لها حصة ونعطيو يعني معلومات أكثر دقة. والأمريكان يعرفوا قيمة السلاح الروسي، لأنهم يواجهوه، يعني لما تواجه واحد وانت في حرب معاه تعرف من تواجه وتعرف قيمة السلاح الذي تواجهه. بالتالي يعني ميليتاري ووتش أظهرت قيمة السلاح الروسي، لأن هم أمريكان يعرفوا قيمة السلاح، بغض النظر عن بعض البهايم والناس الكذابين اللي يعني يتكلم بطريقة
غير علمية، ولا يعرف هذه الأمور، ولا يعرف قيمة السلاح الروسي اللي هو أساس اللي تطور عليه السلاح الصيني حاليا، لأن السلاح الصيني بني على أساس السلاح الروسي. وشوفوا الآن الصين وين وصلت. المهم نرجعوا للقضية الدرونات اللي فوق سماء الجزائر. أولا إذا كان درون أجنبي يعني لازم يجي من مكان ما. درون أجنبي باش يوصل للجزائر لازم يجي من دول متوسط، يعني سواء جاي من إيطاليا، سواء من فرنسا، ولا من إسبانيا، ولا من اليونان، ولا جاي من الشرق، يعني من تونس، أو جاي ممكن من يعني من ليبيا. وبالتالي ما يوصلش للعاصمة، لأن المجال الجوي الجزائري ما يبداش في العاصمة. ما يبداش في العاصمة، يعني الدرون ما يقدرش يوصل للعاصمة إذا كان درون أجنبي. يعني لازم يجي من بلد معين، يا إما من حدود البحرية الجزائر، يعني البلدان التي تحيط بالجزائر، أو من البر عن طريق تونس، أو عن طريق ليبيا. إذن إذا وصل للعاصمة بمعنى هذا يعني شيء تطرح عليه عدة أسئلة، لأن المجال الجوي ما يبداش في العاصمة. يعني الاسباس ايريا الجيريا يبدا في البحر، يعني يبدا في المتوسط. والدفاع عن المجال الجوي الجزائري ما يبداش في العاصمة، يبدا بعيد بعيد بزاف على العاصمة، يعني مئات الكيلومترات، يعني داخل البحر. هذه أولا. ثانيا، مادام يعني هذا الدرون من الوهمي اللي مش عارف انا جا ودخل فوق سماء العاصمه ويتجول وما فيش رد فعل، اذا ما فيش رد فعل معناتها هذا درون جزائري. يعني حاجه بسيطه جدا، يعني ابجديات. يعني اذا كان هذا الدرون وصل ويمشي فوق في سماء العاصمه، هذا معناتها انه درون جزائري. والمشكله ان الجزائر يعني لديها عدد كبير من الدرونات، ممكن الناس ما تعرفهاش، ممكن الناس ما تعرفش الماركات الموجودة أو المستعملة في الجزائر. فيها درونات يعني صينية، وفيه درونات جزائرية الصنع، وفيه يعني كذا موديل من الدرونات. ممكن الناس ما تعرفش بأن هذه الدرونات هي محلية الصنع، وبالتالي يعني يمنوا هذا الإشعاع. ثالثا، هذا الدرون لما يطير فوق العاصمة، واش يدير فوق العاصمة؟ عنده أهداف. كيف يعني هذه الأهداف هذه؟ ما سمعناش أنه ضرب أهداف ولا عمل حاجة، ولا ما كانش. إذن فيه علامة استفهام. لازم الإنسان يفكر. هذه درونات اللي تمشي في العاصمة ومن بعد خلاص ما يصرى حتى شيء، فقط عند كلاب المخزن يعني دايرين منها حاجة كبيرة ومدخلين فيها الجيش ومش عارف كيفاش. يعني خلطة، هي فقط من أجل الإشاعة، ومن أجل الدعاية، ومن أجل محاولة إسقاط المقال الأمريكي اللي يعني المؤسسات الجزائرية ما شفتش أنا بلي اهتمت كثير بهذا المقال. الإعلام اهتم، يعني احنا كإعلاميين شفنا مقال نتكلموا عليه حاجة عادية ومن صميم عملنا، من صميم شغلنا. بينما المؤسسات الجزائرية ولا شيء، يعني ما عطوا له حتى قيمة، ما فيه لا تعليق ولا كلام ولا أي حاجة من هذا الأمر. مقال أزعج. يعني الشيء اللي أنا ما نفهموش هو المقال غير موجه للمروك، ما يتحداش على المروك، ولكن الناس اللي انزعجوا هما المراركة. مانيش فهمت، نتوما إسرائيليين يعني شو دخلكم؟ يعني واش دخل المروكي في المقال تاع ميليتاري واتش؟ ولماذا هذه الحملة؟ يعني صراحة الواحد يتساءل. يعني أنت عندك مقال يتكلم على إسرائيل ويتكلم على الجزائر، أنت واش دخلك؟ واش دخل جد باباك أنت في حاجات اللي خاطياتك يعني؟ المهم
ثم نشوف يعني حكاية هذا الدرونات. يعني لو كان درون أجنبي، أول حاجة يتم التصدي له. يعني درون أجنبي لازم يجي من الخارج، ما راحش يجي من باب الواد، لازم يجي من الخارج. من الخارج عندك إيطاليا، عندك فرنسا، عندك إسبانيا، عندك اليونان. هذا أبعد حد. وبالتالي يتم التصدي للدرون في البحر، يعني قبل ما يوصل. لما يوصل للجزائر العاصمة معناتها، ويمشي فوق الجزائر العاصمة معناتها مسموح له أنه يستعمل، أن يكون موجود في سماء العاصمة. وإذا كان يعني مسموح له، هو درون جزائري، يعني ماهوش درون أجنبي. ثانيا، قضية التصدي للدرونات معروفة عند الجزائريين، وشفنا تجربة درون اللي جاء من مالي وتم إسقاطه في ثواني. وبالتالي كيفاش يعني يتم إسقاط درون التركي اللي اخترق الحدود الجزائرية عن طريق مالي في ثواني، ويترك درون فوق الجزائر العاصمة ولا يتم التصدي له؟ مستحيل، لأن منطقيا أن العاصمة مؤمنة بطريقة يعني ربما أكثر من المناطق الأخرى، لأنها هي العاصمة، هي قلب البلد. وبالتالي مستحيل أن يمشي درون فوق العاصمة بدون إذن. يعني هذه من المستحيلات أن تجي حاجة تمشي درون ولا غير الدرون. يعني أي حاجة تكون في السماء فوق سماء العاصمة يتم، إذا كانت حاجة غير مرخص لها، يتم إسقاطها بالفور. ثم قضية مواجهة الدرون، عندك ملايين القدرات لإسقاطه. يعني إذا ما مشاتش الأمور عن طريق يعني الصواريخ، تطلع طائرة، يمكن حتى استعمال أنا شفت صورة، ما على باليش إذا كان هذاك هو درون اللي مشى ولا ما مشاش. الصورة هذيك يعني فقط بالسلاح التقليدي، فلاديميروف ولا الدوسات، تقدر تهبطوا. يعني ما كانش بعيد، ماهوش يطير يعني في مستوى مرتفع عالي جدا. يعني اذا كان هذاك هو الدرون اللي شفته، يعني انا ما عنديش المعلومه الصحيحه هل حقيقه فيه درونات ولا ما فيهش درونات، ولكن فقط انا نرد منطقيا على هذه الحمله الشرسه، هذه الحمله يعني اللي تحاول تشكك في القدرات الجيش الجزائري، وتحاول تسقط المقال اللي كتبته مجلة أمريكية ميليتاري واتش، واللي باين بأنه أزعج كثيرا المروك. أنا ما شفتش الإسرائيليين كتبوا عليه ولا قالوا حاجة، ولكن شفت نواب إسرائيل يعني الذين يتكلفون بالحديث عن إسرائيل وبإطلاق الحملات الدعائية ضد الجزائر. لما تكون عندك مشكل مع فرنسا، المروكي هو اللي يجي يدخل روحه، ما تفهمش علاش. لما يكون عندك مشكل مع إسرائيل، المروكي هو اللي يتكلف. هذا المرض هذا اللي عندهم هذا العباد، ما تفهمش علاش. انت على الاقل يا سيدي تكلم لما تكون فيه مشكله مباشره ما بينك بين المروك والجزائر، عندك حق اوكي تدافع على مواقف تاع المروك، تفضل مش مشكله يعني. اسمعوا، ولكن لما تكون مشكله بين الجزائر وفرنسا، انت واش دخلك؟ ما دخلك انت في الموضوع؟ لما تكون المشكله ما بين اسرائيل وما بين، انت واش دخلك انت مروكي؟ واش دخل جد باباك في حاجات اللي خاطيينك يعني؟ ماشي خارج عن المنطق. هذو ماشي عباد، هذو الناس مهابل يعني صراحة. انت واش دخلك في حاجات لا تهم بلدك؟ واش دخلك؟ احنا جزائريين لما تكون حاجة بين المروك وبين بلاد واحدة أخرى ما ندخلش روحي. أنا شفت واحد زعما رئيس تحرير في قناة إذاعية بفرنسا يكتب
أمور يندى لها الجبين عن زيارة وزير خارجية الجزائر السي أحمد عطاف للولايات المتحدة الأمريكية لما تلقى مع أنطوني بلينكن. قسما عظما اعتقدت بأن أخته مزوجة بأنطوني بلينكن وعطت له أسرار. يعني حاجة غريبة جدا يعني. هذا الحقد وهذا الكراهية وهذا اختراع المعلومات الكاذبة، يعني شيء لا يتصور عند المراركة. يعني حاجة لا تتصور. هذو الناس ممكن واحد يعرضهم على طبيب أمراض عقلية. يعني شيء غير مفهوم. شيء أنا حاولت نفهم هذا الحملات وهذا الحقد وهذا الكراهية وهذا يعني اختراع المعلومات هكذا. ونفترض يعني نروح معاهم بعيدا. نفترض مثلا ان فيه درون في العاصمه. انت واش دخلك؟ انت مروكي واش دخلك؟ واش دخل جد باباك في حاجه اللي خطياتك؟ او جانا درون من الخارج سيدي وراه فوق سماء الجزائر. انت كمروكي واش دخلك؟ يا اما درون جزائري يا اما جاء من الطليان ممكن مودر، ولا جاء من فرنسا، ولا المهم ان العاصمه الشيء اللي مقابلها هي الدول الاوروبيه. انت واش دخلك؟ انت مروكي واش دخلك في حمله ضد الجزائر في قضيه درون ممكن تايه؟ هذا الدرون ونفترض يكون هذا الدرون مودر وغلط وجا ودخل العاصمة والجزائريين قاعدين يتفرجوا فيه يلعبوا معاه. انت مروكي واش دخلك؟ يعني علاش ما تحشموش على عرضكم؟ يعني اذا عندكم عرض يعني اساسا علاش ما تحشموش على عرضكم؟ علاش ما تفكرش قبل ما تدير حملة ضد بلاد خطيتك؟ يا سيدي جانا درون من اسرائيل ما نفترض. انت واش دخلك؟ انت مروكي ما دخلك في درون جاي من جهه اخرى مثلا؟ ونفترض يعني ان هذا الدرون حاجه كبيره وجاي والجزائريين ساكتين يتفرجوا فيه. او تقدر تطيحوا بالكلاشينكوف، تقدر تطيحوا بالفلاديميروف، تقدر تطيحوا بالدوسات تطيحوا. يعني شفناها في اوكرانيا. يعني شفنا في بعض الدرونات في اوكرانيا طيحوها في بدايه الحرب قبل ما تتطور الامور وتصبح يعني خارج مجال السلاح البسيط التقليدي. إذا هذه الحملات التي محاولة الإساءة للجيش الوطني الشعبي، محاولة الإساءة للجزائر، يعني غير مفهومة وغير منطقية. لأن احنا لسنا في حالة حرب مع هؤلاء. فيه أزمات، فيه مشاكل، فيه كذا، ولكن ما راناش في حالة حرب. ولكن هذه الحملات هي حملات حالة حرب. يعني يدخلوا روحهم في قضايا وكأنك أنت الآن في جبهة مفتوحة وأنت في حالة حرب مع المروك. يعني صراحة مانيش فاهم لحد الآن هاد لي موتيفاسيون تاع البلد هذه، تاع الناس تاع البلد هذه. المهم منطقيا، يعني بدون ان واحد يكون ان سافون في الحوايج هذا، منطقيا حاجه بسيطه. مستحيل ان يكون درون فوق سماء العاصمه وما يكونش درون جزائري. مستحيل. لان الاسباس ايريان يبدا في البحر، والدرون اذا كان اجنبي دونك منين جا؟ راهو جا عن طريق البحر باش يوصل للعاصمه، جا عن طريق البحر. يا اما جا من ايطاليا، واما جا من فرنسا، ولا من اسبانيا، ممكن من اليونان، ممكن يعني. ولكن قبل ما يوصل باش يكون في فوق العاصمه لازم له مسافه طويله، ولازم يعني انه يخترق المجال الجوي مئات الكيلومترات. وحنا شفنا ان المجال الجوي
في وقت اللي كان فيه المجلس الوطني الفلسطيني، الطائرات الإسرائيلية ما قدرتش توصل للمجال الجوي الجزائري، وطردت من المجال الجوي، يعني درت دوميتور في المجال الجوي الإيطالي. إذن الجزائر إذا كانت عندها قوة لمراقبة المجال الجوي في الثمانينات، ما تقدرش يعني تخترقها في 2025. يعني هذا لازم واحد يكون مهبول باش يعتقد بأنه يمكن أن تخترق المجال الجوي الجزائري في 2025، وهذا الشيء اللي قالته ميليتاري ووتش. إذن هما حابين، هذا جماعة كلاب المخزن وجماعة الحركة 2.0، حابين يعني يطيحوا ما قالته المجلة الأمريكية. المجلة الأمريكية يعني مش جزائريين اللي قالوها، دي مجلة أمريكية. روح الأمريكان تفاهم معاهم، اكتب للمجلة قول لهم راكم تكذبوا على الجزائر. الناس متخصصين يعرفوا القضايا العسكرية، كتبوا مقال حول قدرات الدفاع الجزائرية وقدرتها على حماية مجالها الجوي. وبالتالي إذا كان أنت انزعجت من هذا المقال، الوجهة تاعك مش الجزائر. تكلم مع الأمريكان، روح تكلم مع الصحافة الأمريكية اللي كتبت، وديروا لهم ردود أفعال وديروا لهم دي ديمونتي إذا عندك يعني قدرة الفهم اللي موجودة في ميليتاري واش، وتقدر تقنعهم بأن موقفك صحيح وأن الجزائر ما تقدرش تدافع على روحها. إذن فقط الآن عندي بعض يعني الملاحظات على الفيديو اللي فات، واللي فيه يعني كذا تعليق. يعني 99% من التعليقات كانت إيجابية ومرحب بها، حتى التعليقات التي تنتقد الفيديو فيهم بعض الناس اللي فيه انزلاقات، وبالتالي يعني ما فيش داعي المرة الجاية أن تكون هكذا يعني تعليقات، لأن التعليقات لا تمر مباشرة، تعقب على الفلتر، يعني لازم نقراها قبل أنا ثم أوافق على ما كان. لا تعب روحك، يعني اللي يحب يسب ولا اللي يحب يقول كلام خارج المجال. فيه أيضا ناس تتحدث على قضية أني قدمت أسرار. ما قدمت حتى سر، أنا وما عنديش أسرار، لم أقدم أي سر وما عنديش أسرار، والمعلومات العسكرية متوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، متوفرة على المواقع موجودة. حتى أمس أنا قريت مقال في صحيفة في موقع جزائري، مقال مهم جدا عن تحديث طائرات سخوي 30، وحتى يعني أنواع الصواريخ اللي تحملها، يعني فيها كذا صاروخ. هذا شيء مهم جدا، لأن ماهوش حاجة سرية. يعني الناس اللي تعتقد أنه كل شيء سر ولا يقال، هذا شيء يعني غير ممكن، لأن المقالات المتخصصة وحتى المقالات غير المتخصصة متوفرة على السلاح، فيه الأمور سرية لا يعلمها أحد. هذا شيء آخر. بينما الحديث يعني عن الأسلحة اللي متوفرة لعامة الناس، مثلا يعني الطائرات سخوي 34 35 و 30 والسخوي 57، معلومة نشرت في الإعلام الجزائري لما وزارة الدفاع يعني قدمت طلب شراء هذه الطائرات، وقالت نريد شراء 10 طائرات سخوي سرب، يعني من سخوي 30. يعني حاجة معلومة، ما هيش حاجة سرية أو حاجة. أنا ما عنديش أسرار نبدها في القناة. ومن يعتقد أن كل ما يقال على السلاح هو سر، هو فهذا إنسان ما يعرفش هذه الأمور، ولازم يتعلم يعني حتى يعرف بأن هناك أمور كثيرة في المجال العسكري ليست سرا،
ومتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام التقليدي وفي حتى مراكز متخصصة في هذا المجال تشرح مختلف الأسلحة التي تملكها الجزائر والأسلحة التي تملكها بلجيكا والأسلحة التي تملكها روسيا. يعني المجال هذا ماهوش يعني درجة السرية فيه حاجة قليلة جدا. ممكن مجال يعني السلاح النووي أو فيه الأسلحة المتقدمة جدا اللي مازال لم يتم عرضها. واللي يتكلم على سرية السلاح، شوف المعارض الموجودة في العالم، معارض الأسلحة. يعني لو يكون السلاح سري ما يعرضوش، اللي من هب ودب يجي يشوفه ويقرأ خصوصياته ويعرف يعني مداه والكثير من الأمور. إذن مكلاه المزايدة في هذه القضية، ومن الأحسن أن الناس تعلم وتقرأ وتشوف، أحسن من كل واحد ينصب نفسه ان غارديان دي طومبل بطريقة فارغة. تحياتي لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.